عبد الله السعيد اشتكى ناصر ماهر لاحمد عبد الرؤوف، ويا ترى عبد الرؤوف عمل ايه؟ سؤال متكرر لشحاتة عن دوره في الملعب. وازاي خوان بيزيرا بالبلدي كده حاسب على مشاريب اخطاء الحكام. ويا ترى ايه سبب احضان عبد الناصر محمد لاحمد فتوح؟ كل ده واكتر في كواليس ماتش الزمالك وطلائع الجيش. زمالك عبد الرؤوف بدأ بتشكيلة فيها محمد شحاتة أساسي بعد العودة من الإصابة، وسيف الجزيري كمان أساسي، وناصر ماهر في مركز الجناح. وكانت واضحة جدا تعليمات أحمد عبد الرؤوف، عبد الله السعيد هيغطي الجانب الشمال ومحمد شحاتة هيغطي الجانب اليمين. لكن بيزيرا اتضايق من شحاتة اللي كان لسه مش مستوعب التعليمات، وفي حركة منه كده علشان يفقد لعيبة الجيش تركيزهم طلب من شحاتة إن هو يطلع على الطرف وهو يدخل في العمق. ولكن الكلام ده كان في بداية المباراة ولاعيبة الجيش كانوا مركزين جدا، وخصوصا مع اخوان بيزيرا اللي كانوا بيسلموه ببعض زي ما انتم شايفين كده. وكمان مش هيسيبوه يستلم ويمشي بالكرة براحته، وخصوصا ان هم عارفين خطورته لما الكرة تبقى معاه، وحتى لو كلفهم ان هم يعملوا معاه فاول. وبالفعل بيعملوا معاه فاول امام انظار الحكم دون تدخل منه. والفاول ده اللي استغله دونجا بذكائه ان هو لعب الكرة بسرعة ناصر ماهر ويقدر يحرز منها الهدف الاول من لعبة حلوة جدا. ولولا صبحي اللي انقذ واحده خطر جدا كان زمان الجيش تعادل سريع. عشان كده عبد الله بيروح يشتكي لاحمد عبد الرؤوف ان ناصر ماهر ما بيرجعش يدافع معاه وعلى طول طالع لقدام. وده اللي خلى احمد عبد الرؤوف ينادي على ناصر ماهر في الملعب ويبدا يتكلم معاه ان هو لازم يرجع يساعد مع عبد الله. ومع مرور الوقت واستمرار ضرب اخوان بيزيرا المستمر بدون تدخل الحكام من حمايته، جه الوقت اللي هو يدفع ضريبة كده. وبيكون التغيير اللي بيحصل من بره الملعب ان بينزل عدي الدباب بيصاحبه بعض تعليمات جديدة لكل اللعيبة. لكن كان واضح جدا ان محمد شحاتة لسه مش فاهم التعليمات بوضوح. وواضح كده ان تغيير عدي الدباج عملت برجله كبيره في الملعب ما بين اللعيبه، لان بس مش محمد شحاته اللي ما بقاش فاهم دوره، لا ده كمان دونجا بدا يشتكي. وخلينا راجع معاك تغيير عدي الدباج نزل مكان خوان بيزيرا ولعب مهاجم صريح، والجزيري اتنقل من المهاجم الصريح للجناح الشمال، وناصر ماهر بقى في قلب الملعب. وقبل ما ينتهي الشوط الاول محمد شحاته بيلعب واحده حلوه لعدي الدباغ اللي كان واضح انه لسه عنده مشكله في القرار، وبيضيع انفراد. وفي اللحظه دي كان احمد عبد الرؤوف بيتمنى ان الشوط ينتهي علشان يخش يرتب اوضاعه من جديد، وبالفعل هو ده اللي بيحصل، وبينتهي الشوط الاول بتقدم الزمالك 1-0. بينزل شيكو بنزا واحمد فتوح مكان الجزيري ومحمد شحاته. بينتاج هيبقى جناح شمال وهيعمل ثنائيه مع احمد فتوح ولا اروع، وهي دي تقريبا اللي ضمنت الفوز لنادي الزمالك. عند الثنائيه دي بنشوف لعبه حلوه ما بين بنتايج واحمد فتوح اللي بيلعبها عرضيه جميله جدا علشان تسقط قدام ناصر ماهر او ناصر ديكوستا علشان يحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. استمرار حسام عبد المجيد في ارتكاب الاخطاء عند الخروج بالكرة خلى احمد عبد الرؤوف متخوف ان يحصل معاه زي كل ماتش، علشان كده قرر ان هو يغيره وينزل محمود الونش، وده كان سبب كافي ان حسام يخرج من الملعب زعلان ومتضايق. لسه ثنائيه فتوح وبنتايج عماله تعمل شغل جميل في قلب الملعب، وفتوح ما بينه هات وخد هو وناصر ماهر، وبعدين 1-3 ما بين فتوح لبنتايج كانت لعبه ولا اروع. بعد كده بنتايج بيلعبها عرضيه متقنه ويطلع عدي الدباغ بدماغه ويحط الهدف الثالث. هدف جميل، ولكن اللي خد السكسي كله كان احمد فتوح، وده اللي خلى كل اللي في الملعب يقوم يشجعه ويقوم يسقف له، وحتى الكابتن عبد الناصر محمد فضل يحضن ويبوس فيه وهو فرحان ومبسوط جدا بالاسيست اللي عمله او بالبري اسيست اللي هو عمله. وده كمان اللي خلى الجمهور ان هو ينده عليه مخصوص علشان يشكره، وهو فعلا بيرد لهم التحيه.
بعد كده بنشوف صبحي بيشتكي من الإجهاد، علشان كده بيغير وبينزل مهدي سليمان لأول مرة مع الزمالك والأول مرة الموسم ده. وبتيجي ضربة حرة لطلائع الجيش علشان يلعبوها، ويحرز محمد عاطف إكس الزمالك الهدف الأول لطلائع الجيش والوحيد في المباراة. شوية كده وبنشوف شيكوبانزا بيلعب بينية حلوة جدا لعدي الدباغ من ناحية اليمين، واحدة تيبيكال ماتش الأهلي، وبرضه ضيعها زي ماتش الأهلي. يا دوب ما عداش دقيقتين وناصر ماهر بيلعب بينية برضه لعدي الدباغ، بس المرة دي من ناحية الشمال علشان يستمر في إهدار الفرص السهلة جدا.